السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم على حاجة جديدة بيعملها العيال العفاريت. الحاجات اللي بيعملها الناس اللي بتلخص مباريات كرة القدم، تلاقي ان اللعيب ماشي وفجأة راح شايط الكورة بعد ما كانت كورة عادية فجأة اتحولت لنيزك طار ودخل جوه المرمى. طب دي بتتعمل ازاي؟ دي بتتعمل على برنامج الافتر افكت. تمام. برنامج الافتر افكت بيحط افكت على الكورة ديت. اول ما اللعيب بيمسك برجله بتلمس الكورة بيتحول لطاقة. الكورة بتتحول لطاقة، بتتحول لكهرباء، بتتحول أيا كان أي شكل. في أشكال كتير هنختار منها. تمام. بتحاول وتخش الجون، بيدي طبعا شكل خرافي. أي حد هيتفرج على الفيديو بعد ما أنت تعمل له تعديل أو تحط الإفكت دوت عليه، هيبقى الفيديو شكله تحفة جدا جدا جدا. يلا بينا نروح نشوف التعديل اللي بيتم على ملخصات كرة القدم دي بيتم ازاي. اول حاجه هنمشي على الفوتج بتاعنا لحد الحته اللي احنا عايزين نعمل عليها الماسك بتاعنا. هنعمل ماسك على الكوره اول ما تلمس دماغ اللعيب، وهنيجي على الماسك هنا نعمله نون عشان نشوف احنا هنحركه فريم فريم ازاي. هنعمل زوم وهنمشي فريم فريم بعد ما ندوس على الماسك باص اللي تحت دوت على علامه الكي فريم بتاعتها. نمشي حته حته، نعملها مانوال احسن عشان خاطر يبقى الصوره مظبوطه يعني. وبعد كده نرجع نظبط الفيت بتاع الشاشه، وناخد الكي فريمز دي كلها كوبي. تمام. نقفل الماسك بتاعنا ونيجي نعمل نيو سوليد. ناخد النيو سوليد نجيبه لحد الحتة اللي احنا واقفين عليها بتاعة اللعيب، ونخلي المود بتاعه اد. نيجي على الفيديو كوبلت اللي هي السيبر ديت، نجيب على الكستمايز السيبر دي نخليها لاير ماسكس. تمام. ايوه، دي زي ما قلنا نخليها اد كده، هيبقى بالشكل دوت. هنيجي هنا على السوليد بتاعنا ونعمل كنترول في اللي هي البيست يعني على الكي فريمز اللي احنا عملناها. بس يبقى احنا كده خدنا الماسك اللي احنا عملناه من الفوتج بتاعنا، حطيناه على السوليد اللي احنا لسه منزلينه. ونبتدي بقى نختار من الاعدادات بتاعت السيفر ديت اي حاجه احنا عايزينها، البريسيتس بتاعتها. احنا خدنا الفوج.